والله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي، وننفذ النهاردة طلب حضراتكم في إن إحنا عايزين نعمل كل وصفة في الفرح لوحدها مستقلة بحالها، عشان التفاصيل بتبقى كتير في الأفراح فبنتوه منك. تمام، يلا بينا ندخل الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف هنبدأ بإيه من أصناف الفرح اللي معانا النهاردة. اتفضلوا معايا. بسم الله. هنبدأ زي ما بنبدأ في الفرح بالظبط. أول حاجة بنشتغل فيها هي اللحمة، علشان من خلال البيون اللي هيخرج من اللحمة والبواقي اللي هتخرج من تنظيف اللحمة هنعمل الكفتة. يعني أول حاجة بناخدها من اللحمة، الأبيض اللي فيها بيطلع يتضاف على الكفتة، مع طبعا لحم البطن، مع أجزاء كتيرة بتبقى من الذبيحة طالعة للكفتة مخصوص. فأول حاجة بنعملها بنوضب اللحمة بتاعتنا بحيث إن احنا نطلع منها الزوايد للكفتة زي ما قلنا. وبعد كده بنقطع اللحمة بتاعتنا على آه، أحجام كبيرة، يعني ما تقلش عن كيلو ونص القطعة أو كيلو على الأقل. ليه بقى؟ عشان نقدر نتحكم في تقطيعها زي ما احنا عايزين بعد ما تستوى، وكمان نقدر نتحكم في نوعية تشغيلها. يعني احنا عايزين نعملها لحمة باردة، عايزين نعملها لحمة ريستور، عايزين نعملها كباب حلة، على حسب ما احنا عاوزين. هنطلع بعد ما تاخد اول جزء من السوى اللي هو بيكون حوالي 70% من نسبة السوى بتاعتها او 80%، على حسب نوع اللحمة اللي معانا. تمام، احنا بناخد كده بنقطع زي ما قلنا كتل اللحمة لكميات لقطع كبيرة. زي حتة زي اللي معايا دي مش هتنفع في الشغل، هنعملها للفرم للكفتة. تمام، وبنطلع العروق اللي ملهاش لازمه دي خالص، بتتركن ملهاش اي لازمه، ممكن نحطها في الشوربه لكن مش محدش هيستفيد بيها في اكل يعني، ولا في كفته ولا كلام من ده. دي حاجه. الحاجه التانية طبعا احنا اللحمه بنتحكم في شغلها دلوقتي. طبعا انت لو قطعتيها قطع من الاول فهتبقى قطع مش عارفه حجمها، مش عارفه شكلها، وصفها الشكل ايه قبل ما تقطعيها. فلذلك احنا بنسيبها كتل كبيره ونشغلها. لكن طبعا حاجه زي الضاني بنسويها كتل قطع، لانها بالفعل بتكون متقطعه بعضمها، بتتكسر بعضمها فبتستوي على هذا الاساس. ضاني بيكون له تبهير وشغل تاني خالص غير الشغل اللي احنا بنعمله النهاردة. مرة تانية هنعمل مع بعض الذبيحة تكون ضاني، لكن النهاردة الذبايح اللي معانا ذبيحتين بلدي كندوز. فهنشتغل في الاتنين. واحدة اللي معايا دي شغالة فيها ديت بقري، وفيه واحدة تانية أكبر من ديت عجل جاموس. بعد كده بنبدأ نوضب اللحمة زي ما قلنا، ونشوف اللي هيطلع منها للكفتة واللي هيستوي واللي هيطلع يتضاف للخضار. كل ده التفاصيل دي هنمشي فيها مع بعض خطوة خطوة زي ما حضراتكم طلبتوا. ردا على الأخت اللي قالت لي إن ده أكل عيشك، فممكن ما تحبيش إنك تعرضي تفاصيله للناس. لا بالعكس خالص، أنا مقتنعة بحاجة إن ممكن 50 فرد يعملوا نفس الوصفة بنفس الخامات في نفس الإمكانيات والماتيريال وتطلع ب50 طعم. لأن كل بني آدم بيبقى له حاجات معينة كده سبحان الله. بنقولها احنا بالبلدي والفلاحين كده ايه النفس. هو مش موضوع نفس، هو موضوع اختيارات، حاجات بتليق مع حاجات. وانا بقولها لكم بمنتهى الامانه زي ما هشغلها والله، لكن بتبقى تحصل ساعات واحنا شغالين بتيجي فكره. يعني انا طول عمري شغاله على حاجه معينه، بس جاتني دلوقتي توفر قدام مني خامه دلوقتي ما اشتغلتش بيها قبل كده او متاحه قدامي، فبيحصل اضافات والواحد واقف كده مفاجاه بتبقى جميله جدا وبتغير في نطاق الموضوع كله. لكن بمنتهى الامانه قسما بربي انا بقول اي وصفه زي ما بعملها في اي شغل فرح او ريسبشن او عقيقة او اي حاجة، عشان لو ولادي جم نفذوها بعد كده بناتي ينفذوها صح زي ما انا كنت بعملها وزي ما كانوا بياكلوها من ايديا. زي ما انتم شايفين قطعة اللحمة اللي معايا دلوقتي دي دي بشتغل الابيض اللي فيها لانه كتير هيطلع على الفرن، والحتت الحمراء اللي فيها مش هنضفها من الابيض خالص، لان طبعا الابيض ده بيبقى ملبس كده برضو طعمه جميل. يعني مش ان احنا نخلي حتة اللحمة حمراء خالص ما فيهاش ريحة البر، لا طبعا مش حلو برضو. يعني احنا بنسيب فيها إيه جزء من الدسم كمان، لكن في المعقول اللي ينفع لما نقطع قطعة اللحمة تبقى حلقات معقولة فيها نسبة دهون مع نسبة لحمة حمراء ممتازة. خلاص احنا كده جهزنا وبنطلع بنخلص حاجة الكفتة، ويلا بينا نروح على البوتاجاز نشوف هنكمل شغل لحمتنا ازاي.
بما ان انا هشتغل بالبيون بتاعي فهشغله بالخضار، هقطع خضار وجزر، جزر بصل طماطم فلفل، وهنزل بالكلام ده كله جزء منه كطبقة أولى في الحلة اللي هشتغل فيها. ودلوقتي ببدأ أضيف عواميد اللحمة اللي اتجهزت زي ما حضراتكم شفتوا كده للشغل، وهوزع اللحمة زي ما انتوا شايفين، طبقة خضار مشكل وطبقة لحمة. بعد كده بضيف الصلصة. الخضار اللي انا حطيته في الحلة حوالي من كل حاجة حوالي كيلو مقطع. وبعد كده ضفت اللحمة وضفت علبة الصلصة ديت كيلو كمان. وبعد كده ضفت ازازة كاتشب كبيرة، وبعدين ضفت عيدان القرفة الخشب. هبدأ اضيف البهارات كده بالتدريج، وبضيف قرنفل سليم، ورق لورا سليم، كبابة صيني، فلفل اسود. بحاول ان الحاجات اللي انا بضيفها كلها في المرحلة دي تكون سليمة عشان ما تديش اللحمة لون غامق، لان الحاجات البودر هتغمق معايا لون اللحمة، مش هتطلعها باللون الحلو اللي انا عاوزاه. وبرجع احط دور تاني من اللحمة، وهكذا نفس الحكاية، طبقة لحمة وطبقة خضار مع بهارات، بحيث ان انا الموضوع ما يبقاش مرهق عليا قوي في تقليب اللحمة كلها. احنا عارفين دلوقتي لو احنا حاطين اللحمة الخضار كله تحت او فوق، هضطر ان انا اقلب اللحمه كتير عشان اخلي الخضار متناغم مع اللحمه. لكن في الحاله اللي انا بعملها دلوقتي دي، انا يا دوب حاطه جنبي راس ميه سخنه تغلي، هحطها على الخضار واللحمه. خلاص مش محتاجه ان انا اقلب على الاقل دلوقتي. وكمان حاطه توم سليم زي ما انتم شايفين كده، متقشر يا دوب كده وحبات سليم. انا بالنسبه لي معايا المعده تقيله في ايدي، اقدر اقلب بيها كميه اللحمه مهما كانت كتيره. لكن بالنسبه ليكي في البيت، لو هتستخدمي معدات البيت، او يعني عامله عقيقه مثلا، او خطوبه، حاجات من ديت، وعايزه تعملي الكلام ده عندك، فيبقى الافضل ليكي انك تشتغلي زي ما احنا شغالين دلوقتي، اللي هو تحطي كل حاجه طبقات، بحيث انك لما تحطي الميه هتسهل عليكي بقى ان انت تقلبي الكلام ده كله باي مقصوصه كبيره عندك او كبشه حاجه زي كده. في المرحله دي ضفت بهارات بودر مش كتير، بهارات لحمه وجنزبيل بودر. والميه المغليه زي ما قلت لكم جنبيه، باخد ميه مغليه ازود اللحمه، وهبدا اعمل نفس الحكايه، نفس اللي انا عملته هنا في الحله ده. شوف باقي الحلل اللي معايا، انا معايا 5 حلل في الفرح ده ما شاء الله، كميه اللحمه كانت كبيره. بألف هنا، ربنا يزيد ويبارك يا رب. زي ما قلت لحضراتكم في اول الفيديو ان احنا معايا النهارده عجل بقري وعجل جاموس. البقري سنه صغير، فعشان كده حطيت ملح. طبعا ممكن مش بسهوله تعرفي حضرتك في في البيت اللحمه الصغيره من الكبيره، عشان كده بنضطر نخلي الملح زي ما قلنا بعد ما نوصل لدرجه سوا، نص درجه السوا، عشان نبدا نحط الملح بتاعنا واحنا مطمنين ان اللحمه بتاعتنا ما تعجزش ولونها يغمق من كتر الغليان على النار. انا كده تمام، بسم الله ما شاء الله، اللحمه وصلت لاكتر من 70% من نسبه السوى. هو ده اللي انا عاوزاه. انا مش عاوزه احط ايدي في اللحمه او معلقه تغرز مرتاحه، لا انا عايزاها طبعا ماسكه نفسها، بحيث ان انا لما اخرجها وتبرد اقدر اتحكم في تقطيعها زي ما انا عاوزه، متقدرش معايا حاجه وتبهدل اللحمه. وببدأ أخرج اللحمة بتاعتي على ترابيزات فتشات المتاح قدامي. المهم إن أنا أفرد اللحمة بحيث إنها تبرد كويس. لو اللحمة بتاعتك مستوية بدرجة كبيرة هتخرجيها على طول، أول ما تطفي النار عليها تخرجيها بسرعة عشان ما تزيدش في سوا، لأن طول ما أنت سايبة اللحمة في قلب المية المغلية بتاخد درجة سوا أعلى. فلو لقيتيها وصلت لدرجة السوا اللي أنت عاوزاها، خرجيها من المية على طول، ما تسيبيهاش. لكن لو لسه ما وصلتش للدرجه اللي انت عاوزاها، يعني 70% مثلا، تقدري تسيبيها لما تبرد الميه براحتها وتخرجي اللحمه بتاعتك، بحيث ان انت ما تعرضيش نفسك لاي ميه سخنه تيجي تنطور عليكي او على اي حد حواليكي. ابدا اقطع اللحمه بتاعتي، الترانش يكون عكس اتجاه الانسجه، عشان اللحمه بتاعتي تكون كويسه في الاكل، ما تكونش ناشفه. وكمان لما اكمل سواها تنعم معايا وما تهدرش كمان. يعني طول ما انا بقطع اللحمه بطريقه صحيحه مش هتهدر معايا اي حاجه في تكمله السوا. طبعا اي قطع صغيره مش هتنفع تطلع شريحه كبيره، باخدها استخدمها لخضار او كباب حله، اي استخدام تاني، بحيث ان تكون اللحمه اللي عندي كلها استخدمت ما تهدرش منها اي حاجه. على النار 3 معالق كبار سمنة أو زبدة وزيهم زيت، وأحمر فيها 3 معالق توم كبار. وأول ما يبدأوا يحمروا هنزل عليهم بالكزبرة الناشفة، وهنزل عليهم بالبيون اللي سوينا فيه اللحمة، اللي كان فيه جزر وكان فيه بصل والكلام ده. وهزود البيون ده علبة صلصة كبيرة، معلقتين فلفل اسود وبهارات لحمه،
وهسيبها تستوي تتسبك كويس جدا جدا، وهبدأ اخد منها، وطبعا اظبط ملحها. هبدأ اخد منها وازود على اللحمة بتاعتي علشان اخد اخر غلوة للحمة، لو في حلة او في صاج على حسب المتاح عندك هتشتغلي. اللحمة بتاعتك مستوية كويس مش محتاجة سوى تاني، هحط لها اخر المارينيه ده وادخلها الفرن تاخد لون بس، تاخد طعم المارينيه بالتومة وتتحمر وشها في الفرن. لو لسه عايزة سوا هنسيبها شوية، ناخد غلوتين على النار قبل ما ندخلها الفرن، عشان مش عاوزين نخليها في الصاج في الفرن من الاول وارضيها تلسع، عايزين نشغل الفرن عليها بس من فوق تاخد وش وتخرج بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، حاجة تشرفك قدام ضيوفك وقدام نسايبك اي حد عندك. لكن بقى لو عايزة تعملي كل الكلام ده واكتر منه من غير ما تتعبي نفسك، هتقدري تتصل علينا على الرقم اللي هنسيبه لك على الشاشة. هنكون سعداء جدا بوجودنا معاكم في اي افراح او مناسبات سعيدة ان شاء الله عندكم. وطبعا زي ما انت شايفة قطعة اللحمة بتخرج في منتهى الجمال، وانت ماسكة كده قطعة سليمة تملى العين وناعمة جدا في الاكل وطعمة. بألف هنا وشفا، ان شاء الله تنفذوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم دايما في افراحكم وفي مناسباتكم السعيدة. يا رب دايما تعملوا الحلو كله، ونقابلكم على خير فيديو اسرع واسهل واحلى من قناتكم من بوفيه. اتمنى اذا عجبكم الفيديو شرفونا بالاشتراك والاعجاب والتعليق على المحتوى اذا نستاهل وجودكم معانا في قناتكم المتواضعة اوبن بوفيه.